مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال اتكتب لي في كومنت، وانا جاي النهارده علشان اجاوب عليه. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. حد بيسالني بيقول لي دلوقتي انا جبت من مول بسعر على اساس اخد جوده وفضه 925 مطل بلاتين. ببص تاني يوم لقيت الخاتم بقى كانه مغيم. انا كده اتنصب عليا ولا ايه؟ اول حاجه عشان افهمكم بس ان دلوقتي الفضه كلها بقت 925 بنسبه 25%. 925 ما بقاش في اي مكان يبيع فضه عيار 800 الا بس في الميداليات. ودي حاجه قلتها كذا مره ان مفيش فضه دلوقتي غير 925 بس. تمام. فاي مكان اي محل هيبيع فضه 925 حاجه اساسيه. تمام. فدي مش حاجه جديده ان يعني تروح مول عشان يجيب فضه 925. لا، عادي خالص، ممكن اي مكان فضه يبيع فضه 925 عيار 925 عادي خالص. تمام. تاني حاجه، مش لازم انك عشان تروحي عايز تجيبي حاجه كويسه يعني وعاليه جدا وجوده كويسه جدا تروحي مول. هو ما فيش مشكله، ممكن تروحي مول ماشي كل حاجه ومحل يبقى كويس كل حاجه في المول. الفكره كلها يعني انا محل عندي في فرع عندنا في مول عادي خالص. بس الفكره كلها ايه؟ اهم حاجه يبقى ليه تاريخ يعني عنده كذا فرع. فرع في محل، فرع في كذا، فرع في مول، فرع في كذا. عشان معنى كده ان هو يبقى قديم في المهنه دي وشغله كويس وموثوق. مكان موثوق. دي الفكره كلها. بس مش انك تروحي مع اي مول كده وخلاص تلاقي في مكان، يبقى لا، غلط خالص. يعني هو لازم يبقى اهم حاجه موثوق عنده فروع ومعروف. مش لازم معروف قوي يعني، بس يبقى موثوق عنده كذا فرع وكذا حاجه. تمام. دي الحاجه التانيه اللي انا كنت عايز اقولها. الحاجه الثالثه والمهمه برضو اللي هي ايه بقى؟ ممكن يكون العيب مش في المحل نفسه ولا الفضه نفسها. ممكن يكون عيب منك. العيب منك زي ايه؟ زي اول حاجه ان جبت عليه كلور، لسيه عرقتي بيه جامد فاكسد، ركنتيه وعرضتيه في هواء وفي تراب وجو مش مناسب. الحاجات دي كلها بتسبب اكسده الفضه. الكلور بالذات ممكن في ثانيه واحده بس يخلي الفضه تاكسد عادي خالص، تسود في ثانيه واحده بس، زي ما عملتها في تجربه عملي في فيديو قبل كده. عادي خالص في ثانيه واحده بس خليت السيسيه تاكسد. فدي حاجه طبيعيه، لو كلور ده جه على الفضه او الذهب بيبهدل الدنيا. تمام. طيب، دي من ناحيتي في الحاجات دي. من ناحيته بقى ايه هو؟ اول حاجه، لو الفضه اللي هو جابها دي كان عاملها عموله ومش شغل مستورد وعيارها مش مظبوط. لو معموله عموله او وعيارها مش مظبوط، وممكن يعرف العيار. لو عملها عموله او عملها بايده يعني هاند ميد ممكن يعرف عيارها. فده يبقى كده من المحل نفسه، عيب المحل نفسه. تاني حاجه، ان الحاجات دي كانت مطليه بلاتين، يعني جايبها مستورده ومطليه بلاتين وبقى لها فتره عنده في المحل، فطلع البلاتين بتاعه وراح خلاص ولمعهولك اثناء التسليم بس. فدي برضو عيب تاني مهم جدا من المحل ممكن تكون فيه. تمام. فعلشان تتاكدي ان اتنصب عليكي ولا ما اتنصبش عليكي، لازم ترجعي للحاجات اللي قلت لك عليها. اول حاجه تشوفي لما استلمتي الخاتم ده او ايا كان انسيال ده او اي قطعه الفضه اللي استلمتيها دي، كانت حالتها عامله ازاي ساعتها. شوفي كان ايه نظامها، كانت مطليه كويس، كانت كل حاجه ولا ايه النظام. وتاني حاجه، لما انت استلمتيها اليوم ده اللي انت استعملتي فيه الخاتم، استعملتيه باي طريقه او في اي حاجه جت عليها ولا ايه النظام، عشان نعرف هل حصل فيها حاجه ولا ما حصلش فيها حاجه، ولا يعني السبب منك ولا من الراجل اللي هو البياع. دي الفكره كلها. يا رب اكون افدتك. لو حد عنده اي سؤال تاني اكتبه في كومنت وانا هرد عليه على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا.